ايوه. صافا سلام لاباس مزيان يعني كي الوليدات بخير الوليدات. المهم الوليدات اليوم نهضركم على الكار. الوليدات هادشي كاع ما يفهموش الوليدات ديال الكار ولدي. الكار واش غتشدو من المحطة ولا غتعرضو في البراشما نتي اللعبات هادو خصكم كتفهموهم. والاغلبيه ديال الدراري دابا الدراري دابا هاد الوقيته هادي الدراري الشباب ديال الوقيته الصراحه الظروف دابا مزيانه. دابا ولا فاش كيسافر في الكار ولا كيسافر اسمو مازال لاصق فيه الكار كيسافر في التران ولا كيسافر في البوراق. شحال هادي الكار العزيز كتبدل حاجه واحده حيت كاين الكار وكاين الساتي. ملي ركبتي في الساتي انت مجهد انت عرفتي شكون كيركب في الساتي غير النصارى اللي جايين كيجيو من المطار شي واحد هو مراتو شي قوار ولا ابو صباط الكار اليمامه مراسلة الاطلس الغزاوي الكار يا ولدي كتعرض له وكيلوحك حيت دابا الكار ما كيوصلكش شي وقت محدد ولا الكار كتركب مثلا الركبه فين كتكون شي بيزار كتركب شي مره مع 3 الليل كيلوحك عاوتاني في 6 الصباح كتركب عاوتاني شي مره ما كيحطكش بحال الناس زعما في المحطه كيلوحك في 5 ونص الصباح كيلوحك فين ما كتفهم فيها حتى واحد كتكون غادي دوز شي كونكور وكيلوحك الكار مع 6 وكيبقى خويا شنو فاش تكون داخل الكار زعما يلا طالع كيحشي لك كيقول لك مرحبا كاينه البلاصه مرحبا البلاصه ما كايناش هي كتجلس حظك كتجلس كتجي واحد المره كبيره عاود ديرها فيها الكساحه وفيها الدار مرسله ديال واحد العمليه فهمتي ضروري خصك تنوض لها وهي ما كتهضرش معاك مباشره باش تنوض لها كتجي كدوز غير لاند ديريكت فاش كتجلس انت بلاصتك كتطلع هي وكتهضر مع صاحبتها وبالجهد وكتسمع لك والله الا درنا العمليه على الظهر والله الا نيت البرد عندي ما كنقدش نوقفها الصحيبه زعما نوض انت كتنوض ديك اللحظه بطبيعه الحال ما بغيتيش تنوض كيبقاو يدقوا عليك الناس اللي تما واللي مازال صغار خوت عافاك ينوض لهاد المراه الله يرحمها وانت الوحيد اللي صغير تما يا خوتي هكا كيدير هاد المعامله فهمتي ضروري خصك يقنطا بك فاش كتجي باش تنزل دابا مثلا انت غادي للعريش مثلا غادي للعريش كتجي سيدي كطلع في الكارت كيقول لك سيدي كتسولو انت في الدخل كتقول له شنو فاش غادي توصل للعريش تدخل داخل العريش كيقول لك هي بطبيعه الحال غادي كطلع انت فاش كتوصل تقرب للعريش ما كيوليش كيعرف الكريتون كاع اخويا العريش سير اخويا ساين ما كيبقاش يعرفك في الاخر ما كيدخلش هو العريس اخوتي راه بلاصه العريش صحاب العريش كتنوض انت كيحسب كيحطك في المحطه كاين حكا خايف واحد الظلمه تما ها انت راه يا العريش واسمح لنا اخويا ما ندخلوش اخويا راه زيد البلايص كثر من القياس كيلوح بك في الظلمه تدبر بحالك انيغما التحدي تما كتبدا انيغما التحدي وبما انني من الناس اللي محترفين في الكار انا كنت خدمت في واحد 3 سنين تقريبا كنت خدام في وطاط الحاج حتى ميسور وجيت بولمان تما وكنت كنضربها في الكار 4 السوايع 5 السوايع في الكار لا نافيطا ماشي يومين ولا المهم 2 مرات في السيمانه 3 وتحيه للشوفور الكار وتحيه لخويا ما بقاش دابا كريتون واحد كريتون تا هو الصديق باش تعرف لي راه كنضربك في الغريب. اول حاجه نعطيك دابا القواعد ديال الكار هكا باش نعطيك واحد التيتوريال باش تفهم الكار كيفاش كيمشي. اول حاجه باش تكون غادي تمشي للكار ما كاينش ديك قوه البارزه اللي كتجار ولا خصك الصاك وديد الارهاب داك الصاك ديال اللي كيتصابر من هنا داك الصاك اللي كدير فيه كلشي وما كيعرقلكش علاش يقدر يمشي عليك الكار وهاد القضيه كتكون ديما حيت الكار كيمشي على بنادم باش تكون عارف راه يمشي عليك الكار داك حسب كيسالك الكار والله ما يعقل عليك عرفتي فاش كتسمع ديك راه صحاب الكار طلع صحاب الكار والله ما يعقل عليك تما شي مرات حيت دابا واش الشوفور ديال الكار كيقول لك شي مرات كتوصل مثلا لبوفكره كيقول لك انا نزول زعما ضربوا لك في الساعه بحال هكا كيوصل تما كيدير 2 ديال لي كلاكسون طاطط يلاه صحاب الكار عندكم واحد نص ساعه هذا اللي كيقول لك في الاول انت شنو كدير كتسمع ديك نص ساعه هذيك نص ساعه تقدر تكون ساعه تقدر تكون 5 دقائق تقدر تكون نص ساعه بصح وانت والكانه ديال مول الكار الا الماكله الا الكار حطوا له شي ماكله عجباتو راه يجلس معاك نص ساعه 40 دقيقه يقدر مول الكار يكون جا شي تليفون بحال هكا يخلي امك تما باش نجيك من الاخر طاط صحاب الكار عندكم واحد نص ساعه كتهبط انت زعما بالثقه في النفس هكا مرتاح مع راسك حدك كتجلس كتحط هذاك الكفته يلا غتبغي طيط يلا صحاب الكار كلاش شي فورما تحرك فهمتي شنو كتولي كدير ديك اللحظه صحاب كتغضب ولا تمشي تقول له ولا راه غادي ناكلو خصك تكون مسربس كضرب معاه في الكاريط وكضربها بالجيب وطلع تاكلها لداخل معاه عند بنادم تعيف ليه بنادم كتاكلها في الكار كتعيف ليه بنادم تما عاود قيلي بنادم فاش كتولي كتاكل الكفته كيبقاو الناس يهضروا من اللور اخوتي اللي عنده شي ماكله راه حموده راه حنا كنضوخو كذا راه عندنا الولد
انت عاوتاني شنو كدير ديك اللحظه فاش كتكون في الكار؟ الا كنتي بروفيسيونيل في الكار خصك تكون ما كتغضبش وما كتفهمش راسك. علاش؟ لان بحال دابا مثلا انت كنتي غتاكل الكفته هو في ديك اللحظه كلاكسونا، خص الكفته ملي كترميها ولا ترميها كتطلع معاك هذيك في الكاغيط. اسمع نقول لك الواقع، كتضرب ديك الكفته في الكاغيط وكتطلع واحد الوقيته. شنو كيولي كيوقع؟ كتحل ديك الكفته كتعطي الريحه، فاش كتعطي الريحه كيوقع الصداع تما، فهمتي؟ كيوقع النقاش من موراك. والاخوان راك عرفتوا دابا هنا حنا عندنا الولد الصغير، عندي المراه حامله، الريحه الاخوان اخوتي درنا عمليه على الكلاوي اخوتي هاد الريحه، كيوقع النقاش موراك. ودابا هما ما كيكون الكار فيه الظلام، ما معروفش شكون مول الكفته. شنو كدير انت كتبقى تحتج اخوتي اللي عنده شي كفته الله يرحم والدينا يجمع هادشي ديالو حشومه تبقاو والله الا حشومه تاكلوا في الكار. انت اللي كيجاب لك الكفته والله الا حشومه تاكلوا في الكار كاع حشوم، غير كيتفضوك عاوتاني كتشم الريحه. واحد اللحظه كتلقى كلشي كياكل وكلشي كيتشكى، كلشي كيدير الحاجه وكلشي كيتشكى. وديما غير كتطلع في الكار كتلقى واحد الاشكال ما يمكنش ما تلقاش في الكار. ديما كتلقى واحد رقيق ولابس سروال الثوب وكيهضر في التليفون، هذا ديما كاين في الكار. زعما الطريق كامل كيهضر. ايوا اش كيعاود اشرف يلا دوزي لي. وعنده واحد الخطر يا خويا، واحد النهار كان جالس حدايا واحد وكيهضر في التليفون. واحد الخطر يا خويا عنده، واحد الخطر يا خويا، واحد الخطر. الو مزيان يلا قربي لي التليفون ديال التلفازه نسمع شنو كيقولوا في التلفازه. كيسمع التلفازه من لابيك واحد الخطر قلت لك واحد والطوب ديال قلت ما يدار. يلا كيتعلم يهضر. اشرف عرفتيني الولد ديال الاخلاق، عرفتيني باش يعرفك بالوحي. عاوتاني في الكار ديما كتلقى واحد المراه فاش كتشوف ديك المراه كتبان لك ديك المراه رقيقه، كتكون انت جالس في الكرسي بحال هكا كتبان لك واحد المراه رقيقه كتجي كتجلس حدا ديك المراه كتقول والله الا مزيانه هاد المراه ديال رقيقه. كتجلس حدا كتويقد الزبير، ما فهمتش علاش هاد القضيه، غير كتجلس حدا كتويقد هكا ديك المراه. علاش ما نعرف، واش كتسيف واش كيطرى لها ما نعرف. كتكون رقيقه المراه عادي، حدا كتجلس حدا كيوقع الضيق تما كيطرى ما نعرف. وكاين عاوتاني واحد المراه عاديه كتجي في اللول كتقول لك عافاك خاوي ديك البليصه دابا راه غير بوحدها، كتجلس حداك واحد شويه كتعيط لولدها اجي وليدي وليدي الصغير مسكين راه انت كتسمع ولدي الصغير كتقول الولد في عمره 17 عام بالغ. الولد قدو راه كان متزوج في يامات الفراعنه وعنده 4 الاولاد. الولد صوتو عنده اللحيه ما عنديش حتى كيبعث اجي ولدي ترتاح شويه هكا حدايا ندير لك فشوني. كتسمع ديك ندير لك فشوني كتقول هذا وليد صغير حتى كيجي السلام ماما على لاباس. الولد كبير كيولي داير بلاصه كيبقى فهمتي واحد شويه انت كديديك هكا واحد لقيتك كيوقع داك الكروازمون تما واحد شويه حنا عائله وحده تجبد حتى كينوضوك حتى كتنوض بحالك حتى كتغضب. وداك الشيء اللي بغاو هما الا غضبتي داك الشيء اللي بغاو هما. شنو خصك تكون انت عاوتاني هما كيجيو انت عاوتاني كتعصر معاهم عاوتاني كتشكى عندي هاد المغرب هذا ما فيهش الترونسبور انت خصك تجاوبها. هاد المغرب ما كرهناش نخويو حنا كاع والزحام هاد المغرب هذا والله ما كرهنا كاع. هاد المغرب هذا كنكرهو هي تشكات انت تلقى ليها انت علاش غينوضوك يغضبوك ما خصكش تغضب. كاين عاوتاني واحد النوع اخر هذا ما فهمتوش انا. هاد النوع كيجي كيجلس هكا في بلاصه كتكون بلاصه اللي حداها خاويه هذا راه كلشي عارف. فاش كنوصلوا لشي بلاصه شي محطه بحال هكا كيحط الساكادو تما ويدير ليه يديه هكا كتبقى غير الشرير زعما راه ناعس ولا فيا راه واخا يكون هذا ماشي ميز هذا والعزيز اخويا شنو واش البليصه واقيلا عامره فهمتي كيبان لك ديك واقيلا كذا زعما ويرجع ينعس. انت كتسمع كتقول واقيلا عامره كتبقى غادي واقف كيبان لك العزيز راه جالس غير بوحدو. شنو كيوقع في ديك الهضره العزيز كتنوضوا العزيز ديك البلاصه خصك تجلس فيها نزرب عليك وخلاص. في الكار انت غادي في الكار وكاين سبيكتاكل في الكار. بعدا اول حاجه كنتي في المحطه كيبقاو يدخلوا واحد الناس كيديروا لك الوان مان شو. دابا انت راك جالس في الكار راك صافي انا غادي نطلع شوف المونتاج. انت جالس في الكار كيطلع اخي المسافر اختي المسافره هذا واحد دليل المسلم هذا خصك تكون كتقراه وانت ماشي على جنابه. حيت الا كنتي على جنابه سبحان الله العظيم والانسان كيغلط والانسان يمكن له يغلط والخطا ديما خصو يكون كيتوب. هذا الدليل هذا سيدي اخي المسلم اختي المسلمه هذا الدليل هو الحصن الحصين. هذا ضروري خصو يطلع
هذا هو الحس الحاصل. ما خصش تكون عليه جنابه. شكون اللي عليه جنابه الاخوان يقولها لنا بكل صراحه، فهمتي؟ كيبقى يدخل معاك شي اسئله كاع الاحراج كاع. ومثلا كنتي وصلتي شي احتلام، درتي علاقه جنسيه في واحد النوم، سيدي جدا هادشي وانت جالس ضباك ديك الهضره كتبقى تسمع. اما بالنسبه للثاني ديال المراه كيبقى يدخل على شي هوايج وانت حدا والديك، فهمتي؟ كيبقى يدخل اشوف يا لالا قال لك بالنسبه لك الامراض اللي كتكون في الثاني ديال المراه في البزوله اللي كتكون هنا، سيدي سكت الحبس كيبقى. اما فيما يقول صافي بركه سيدي بركه وبركه بركه، عاوتاني مورا كيدخل مول التقاشر مول التعالق، فهمتي؟ اي حاجه. ودابا هاد الناس هادو فاش كتبقى تقول تشوفهم كتقول زعما هادو علاش كيطلعوا للكار؟ حيت كاين اللي كيشريهم، كاين اللي كيشري تما في الكار تقاشر. يلاه فهمت. هذيك خصنا نقولها لترامب، السلام عليكم ترامب صافا بخير. عندنا في المغرب واحد النوع ديال الناس كيمشي للكار ويشري التقاشر، كيمشي للكار ويشري ديونتيفريز في الكار. كيمشي حتى للكار باش يشري ديونتيفريز، علاش ما نعرف. كاين شي بنات كتشري شربيل في الكار، شربيل هي راه مسافره كتشري شربيل. ايوا الكار الاخوان هو البلاصه فين كاينين فيها نيت الدراري والناس ديال ولاد الشعب. هذه الحاجه الاولى، لان الثمن ديالو كيكون شويه طايح والله يحسن العوام. كيطلعوا الناس في الكار باش الا بغيتي تعرف هموم الناس سير للكار وشوف مزيان. والنقل عندنا في المغرب مدمر. هذه مناشده، خصنا النقل المغربي يتقاد شويه. راه واحد القضيه راه كطرى للمواطن المغربي. تخيل معايا هذه كانت كطرى في ايامات لافاك، كنخرج من الدار فرحان. خصهم يديروا شي دراسه في هذه المساله. كتخرج من الدار فرحان هو هذاك. مثلا انا خصني نمشي وخصني ندي بلاصه لواحد البلاصه، مثلا دونك ما عنديش الطوموبيل، خصني في ديك الحاله اللي ما عنديش الطوموبيل كيخصك تركب في وسيله النقل العموميه. في النقل العمومي يا سيدي فاش كتطلع فيه كتطلع فرحان، كتخرج كاره حياتك. كاين المورال ديالك كيتخربق. شحال من مره كتكون عندك شي رونديفو مع شي بنت كتجي فرحان دير رونديفو، حد كتطلع في الطوبيس كتنزل كاره هذيك البنت وكاره المغرب وكاره الحياه. علاش؟ لان النقل العمومي ما كيساعدش على انك تكاردي المورال ديالك. النقل العمومي كيلعب لك في المورال ولا انكونسيون والعنف الرمزي وبزاف ديال الحوايج، فهمتي؟ هذه من جهه. من جهه اخرى قد ما كيكون الناس اللي كيمشيو في الكار بزاف هما الناس اللي ما عندهمش التران وما عندهمش بزاف ديال الوسائل ديال النقل العمومي بديله. علاش؟ لان دونك هادو قرى نائيه. عندنا حنا لقينا الكار اللي كاين اللي عنده غير نقل مزدوج جهه ايميلشيل وبزاف ديال البلايص، كاين غير النقل المزدوج ولا كيدوز البلايص. دونك النقل خصو يتعمم بارتو، فهمتي؟ خص يتعمم النقل عباد الله باش بصح نهضروا على المساواه. ما يمكنش تطبق عليا نفس القانون ديال المساواه وحنا ما عندناش نفس الظروف ديال الحياه. ما كايناش هذه القضيه هذه. ما يمكنش واحد عايش في كازا، ما كندير ماشي عنصريه هذه الفكره، وني كناقش واحد الانسان عايش في كازا فاش كيفيق عنده الترونسبور عنده كدا المدرسه اخره، واحد اخر عاوتاني راه ما عندوش ادنى، ما عنده حتى حاجه، خصو يمشي على الحمار ولا خصو يمشي في البيكو. راه سيروا للمدارس وتشوفوا باش كيمشيو الناس، وخصو يولي بيكاره ولا هذه وتقول لي لا هذا بحال هذا عندنا مساواه. ما كايناش مساواه. باش المساواه هو في لا باز نكونوا بحال. دونك راه هذا ماشي، هذه فكره فلسفيه، هو ان في لا باز حنا ما عندناش نفس الحياه. دونك راه خصنا يكون قانون على هذا وقانون على هذا، راه ما يمكنش تطبق نفس القانون. بحال دابا مثلا دوك لي فيمينيست الله يهديهم كيجي كيقول لك لا المراه الرجل كذا. راه المراه في القريه ماشي هي المراه في كازا، ماشي هي المراه في اوروبا، ماشي ما يمكنش قوانين عالميه تطبق علينا. راه ما عندناش نفس الارضيه، ماشي نفس الحياه، فهمتي؟ وداك الشيء علاش ما يمكنش. ولا كنتي كتقولوا مثلا المراه خصها تكون ليبر كذا، ما تبقاوش تدافعوا على العائلات ديال الصايات، دافعوا حتى هذيك المراه اللي كتهز الحمل ديال الحطب وكتمشي، فهمتي؟ دونك راه ماشي نفس الحاجه. في المغرب ما عايشين نفس الحاجه، ما عندناش حياه وحده. هادشي اللي كاين انترنت.